ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة انا هتكلم عن هعمل ايه بالظبط في تالتة ثانوي من حيث طريقة المذاكرة وبلخص ازاي وايه الكتب اللي انا ناوية اجيبها وهبدأ امتى وايه الروتين اللي انا همشي عليه طول السنة. وده طبعا بناء عن الاسئلة اللي انتوا قلتوها، يعني كتير سألوني هبدأ امتى وبذاكر ازاي وبلخص ازاي وكده. فانا هبدأ بسؤال. اول سؤال وهو هبدأ امتى. انا لسه ما بداتش ومش هبدا غير لما انا اجيب الحاجات بتاعه المكتب اللي هي الكشاكيل والاقلام والكلام ده، ان انا مش هعرف ابدا غير لما اجيبها. بس اللي انا عملته ان انا شفت اول 3 محاضرات من مستر احمد الجوهري، وشفت محاضره من مستر محمد ايمن، ولما قارنت كده لقيت ان انا مرتاحه اكتر لمستر محمد ايمن، بس برضو التاسيسي مش مقياس ولسه ما قررتش. بس ده اللي انا عملته. حتى هو في شامل يوم 30/7 انا مش ناوية احضره عشان مش عايزة اذاكر يعني ليه او كده، انا مجرد المعلومة عدت عليا وخلاص. تمام. بالنسبة لأنا هبدأ امتى، فانا هبدأ مع المستر اللي هيبدأ. يعني لو العربي، لو مستر العربي بس اللي بدأ، انا هبتدي معاه وهسيب باقي المواد لحد ما المدرسين يبتدوا فيها، وهكذا في اي مادة. انا هبدأ مع المدرسين، مش هبدأ لوحدي خالص في اي حاجة. تمام. ايه الكتب اللي بإذن الله ان انا ناوية اجيبها؟ انا ناوية اجيب في العربي كتاب الامتحان وكتاب مستر محمد صلاح، بما ان انا هاخد معاه. في الانجليش هجيب كتب مستر انجليشاوي وهجيب كتاب المعاصر. في الفيزياء هجيب كتاب الامتحان وكتاب مستر محمد عبد المعبود، لان انا هاخد مع مستر علي مصطفى وهاخد مع مستر محمد عبد المعبود. فمستر علي مصطفى بيشتغل من الامتحان ومستر محمد عبد المعبود بيشتغل من كتابه. تمام. في الكيمياء باذن الله هجيب كتب مستر خالد صقر، بما ان انا هاخد معاه، وكتاب الوافي. في الأحياء أنا لسه مقررتش هاخد مع مين، بس في الكتب الخارجية ممكن أجيب يا التفوق يا الامتحان. أنا في كل مادة تقريبا هجيب كتابين، ولو احتجت زيادة هفتح PDF. عارفة ان كتابين ممكن يكونوا زيادة في بعض المواد، بس أنا مش عايزة أحتاج أي حاجة طول السنة. تمام. طيب بالنسبة لطريقة المذاكرة، انا بذاكر عادي جدا، وزي ما كنت بذاكر في اولى وتانية وتالتة اعدادي وتانية اعدادي هذاكر برضو في تالتة ثانوي. هو اني هشوف المحاضرة وهشرحها لنفسي وهحل عليها بس. انا تقريبا يعني بقرفهم في البيت بسبب ان انا بتكلم مع نفسي كتير، بشرح لنفسي كتير، فتقريبا انا المحاضرات مش بتثبت معايا غير بالطريقة دي، ودي طريقتي في المذاكرة. طيب بلخص ازاي؟ انا هنا جايبه لكم يعني بعض النماذج. ده مثلا الانجليش، انا مبدئيا بلخص من وانا في تانية اعدادي، وكانت في الاول ساعات بخلي ماما هي اللي تلخص لي وهي اللي تكتب لي. مش لازم ابدا الملخص يبقى شيك وحلو وكده. انا الملخصات اللي انا بنزلها بحيث تفيد كل الناس، لكن في العادي انا كنت بعمل ملخصات لنفسي محدش يفهمها غيري تقريبا. يعني مثلا ده كشكولي في تالتة اعدادي، ده ملخص الرياضة. كانت ملخصات عادية جدا، تقريبا انا الوحيدة اللي كنت بفهمها وكنت بشرح لنفسي فيها. وده ملخص انجليش عشوائي جدا جدا جدا، فعادي مش شرط ابدا تكون الملخصات شكلها حلو او كده. ولكن انا بلخص من زمان قوي، والموضوع ما بدأش معايا كده يعني، او معرفتش الخص في يوم وليلة. ملخصاتي في تالتة اعدادي كنت بحب ان انا اكتب كل حاجة بحيث تبقى مرجع ليا بعدين. اللي انا لسه موريه لكم ده ملخص انجليزي في تالتة اعدادي، وده برضو ملخص انجليزي. هتلاقوا ان في فرق، ان ده افضل وكل حاجة، بس صدقوني ده بيجي مع الوقت. وبرضو ده ملخص انا مش بنزله، لان بحس دايما الملخص البني ادم اللي كاتبه هو اللي بيبقى فاهمه، مش لازم ابدا اكتب فيه كل المعلومات او كده. انا في ثالثه ثانوي ما اظنش ان انا هنزل ملخصات لاني مش هبقى فاضيه، بس اللي انا هعمله ان انا اكيد هلخص حاجات لنفسي يعني تفيدني انا، زي ما انا لسه مورياكم، زي ما كنت بعمل في ثالثه اعدادي. وبرضو احاول احط صور لحاجات قديمه من تانية اعدادي وثالثه اعدادي، ورق قديم جدا كنت بصوره واحتفظ بيه على التليفون وارميه. فده طريقتي في التلخيص يعني. هو مش بستخدم، مش شرط الوان كتير، مش شرط اي حاجه، المهم ان انتوا تبقوا فاهمين اللي انتوا كاتبينه، والحاجات اللي فعلا انتوا شايفين ان هي ممكن تنسوها او فعلا مهمه او كده. ده بالنسبه للتلخيص، مفيش طريقه معينه، اي لون بيجي في ايدي بكتب بيه، مش شرط اي حاجه، مش شرط كمان يبقى شكله حلو، المهم ان انتوا تبقوا فاهمينه. طيب اخر سؤال، وهو ايه الروتين اللي انا ناويه امشي عليه في ثالثه ثانوي؟ مش عايزه اكون كدامه معاكم واقول لكم ان انا هصحى الفجر وهنام الظهر والكلام ده، مش انا خالص. انا لو انتظمت اول اسبوع مش هنتظم بقيه السنه، انا عارفه نفسي، فهتكلم كلام حقيقي. انا لو انا نفسي ايه الروتين، يعني لو انا بتمنى روتين امشي عليه، فاكيد هبقى اتمنى ان انا اصحى الفجر
واذاكر من الفجر للظهر وانام مثلا شويه وارجع اكمل تاني. بجد الروتين ده بيريحني قوي قوي قوي، وكنت ماشيه عليه في فتره في تالتة اعدادي ومشيت عليه في تانية ثانوي، بجد مريح قوي. بس ما بمشيش عليه دايما، يعني انا عارفه نفسي مش همشي عليه دايما. ف فعادي يعني، مش هقول بقى في روتين معين وكده، ولكن اتمنى طبعا ان انا انتظم على روتين معين. بس انا في الاغلب يعني هحاول ان انا اصحى الفجر واذاكر وارجع انام الظهر حبه واكمل تاني. طيب، للاسف الصوت قطع في الجزء ده، بس هنا كنت بقول لكم ان انا باذن الله هرد على كل الاسئله اللي انتوا كتبتوها على اخر بوست انا نزلته على اليوتيوب. هرد عليها باذن الله في الفيديو جاي، واي سؤال انتوا عايزين تسالوه اكتبوه في الكومنتس بتاعت الفيديو ده وانا هرد عليه في الفيديو جاي. بس كده، اي افكار فيديوهات اي حاجه اكتبوها في الكومنتس وانا باذن الله هعملها.